السلام عليكم مستمعي الأفاضل، مساء النور. تجدد لقائنا بكم في هذه الأمسية اللي كنتمناو تجمعني وإياكم في أحسن الظروف. اليوم جبت لكم قضية من القضايا الغامضة واللي كتعرفوا جميع على أن هذا النوع ديال الجرائم كيكون فيها بحث طويل ومعمق ونهايتها كتكون غامضة وغريبة. وقبل ما نبداو جريمتنا اليوم، ما تنساوش تشاركوا معنا في القناة وتحطوا لنا إعجاب وكومنتير، وشكرا لكم. ونبداو حلقتنا اليوم اللي غادي تغوصوا في تفاصيلها وغادي نتعمقوا مزيان في هذه القضية اللي هزت الرأي العام المغربي والفرنسي. قصة مأساوية راح ضحيتها رجل خمسيني واللي تقتل في ظروف غامضة وقاسية، واللي خلف رعب في نفوس كل واحد سمع به. شكون اللي وصلوا لوسط البحر مخشي في باليزة بواحد الطريقة غريبة؟ شغل عصابة هذا ولا انتقام ولا غدر؟ المهم غادي تعرفوا التفاصيل مع التحقيقات اللي غادي تدار. في واحد النهار من شهر يوليوز عام 2011، التركية البحرية الفرنسية غيجيها اتصال من عند واحد السيد مواطن فرنسي كيبلغ على أنه لقى واحد الباليزة كتثير الاشتباه وهو كيقوم بجولة في وسط البحر باليخت ديالو. قال لهم على أنه ملي كان راجع في حاله للشط بان له شي حاجة من بعيد طافية فوق الماء، وملي قرب يشوف شنو داك الشي لقاها واحد لافاليز كبيرة في الحجم. استغرب، جابها لعرض البحر، جا فضول بغى يشوف شنو فيها، حاول يطلعها ولكن جاتو ثقيله بزاف، ومع كان بوحدو ما لقى شكون يعاونو فيها. ولكن ملي حكمها واحد الوقيته حاول يفتح السلسله حتى كيتصدم بداكشي اللي لقى فيها. شنو لقى في نظركم؟ لقى ملي حل واحد الجنب من ديك لافاليز رجل بشريه تخلع وطلقها من يدو، واتصل بالتركيه البحريه الفرنسيه من بعد ما حدد لهم التموقع ديالو. غادي يجبدوا ديك لافاليز وغيفتحوها وغيلقاو جثة بنادم في واحد الحالة وفي واحد الوضعية اللي كتحير العقل. غيهزوا ديك لافاليز بالجثة اللي فيها وغيديوها لمصلحة الطب الشرعي، واللي من بعد المعاينة الأولية اللي دارت عليها غيلقاو على أنها جثة رجل كما قلنا في الأول، قمصيني مطوي ومخشي في ديك الباليزة مغلف بميكا. ومن يفتحوا الميكا مزيان لقاوه كله مغلف بالسكوتش، رجليه عند وجهه وراسو مخشي وسط ركابيه. مهم مغلف مزيان من راسو حتى لرجليه. الجثة كانت في مرحلة جد متقدمة من التحلل، ورجحوا على أنه من الممكن تكون مدة وهو مقتول ومرمي في البحر. لاحظوا على أن عنده ضربة في الراس. المهم كانوا هادو هما المعاينات الأولية اللي دارت على داك الجثة ولا فاليز طبعا. ودابا في انتظار أنهم يعرفوا ملابسات وظروف الوفاة. عندهم جثة في وسط البحر، لا هوية لا بصمات لا ملامح وجه ينطلقوا منها، لأننا قلنا الجثة كانت متحللة. المهم ها هو خرج تقرير طبي واللي جا فيه أن ديك الضربة اللي لقاو في راسو ماشي هي اللي تسببت في الوفاة، وافترضوا على أن الهالك من الممكن أنه يكون كان في عراك مع شي حد، لأن كانت عليه آثار ديال المشادات بالأيادي. طلع الجسد ديالو سالي من أي ضربة أو طعنة من غير هذيك اللي كانت في راسو. وسبب الوفاة جاء نتيجة اختناق المسالك التنفسية. وجات هذه الملاحظة حتى في المعاينة الأولية على الجثة اللي كان باين عليها على مستوى العنق آثار الخنق بحبل أو بشي أداة أخرى. وجاء في التقرير كذلك أن المدة المحتملة في وفاة هذا الشخص هي 3 أسابيع. التقرير الآن بين يدين عناصر الشرطة الفرنسية، ولكن راه ما عرفوا منين يبداو. كما قلنا الهالك ما عنده حتى شي هوية ولا حتى شي حاجة اللي تفيدهم في البحث، فكيفاش غادي يقدروا يوصلوا ليه؟ المهم راه مازال في المعاينه ديال الجثه، وحتى الحوايج اللي كان لابس الضحيه اللي لقاو عنده واحد الساروت في الجيب اللوراني السروال، واللي بقى ضمن المحجوزات لان طبعا الساروت اش غيديروا به اصلا. تسالاو قدامهم كاع الحلول والامر شبه مستحيل. اش غيديروا دابا؟ غيلتجئوا لوسائل الاعلام وغادي ينشروا خبر العثور على شخص مجهول الهويه غارق بأرض البحر. بما ان وجهه كان متحلل كليا فغادي يكتفيو بنشر الحوايج اللي كان لابس فقط. دازت مدة أسبوع على الإعلان وما جاب حتى شي نتيجة ولا بان شي خبر. بوليس هنا بما أنه ما كاين حتى شي بلاغات الاختفاء لفائدة العائلة ولا شي حد بان كيسول على الأمر، رجحوا على أن الضحية ممكن يكون من المهاجرين السريين، أو يمكن يكون كان مع شي واحد في البحر وقتلو ورماه، ولا شي عصابة هادي د المافيا.
المهم هادشي كيبقى مجرد فرضيات اللي من خلالها كيتعمق البحث في القضيه. البوليس من بعد ما نشروا الخبر وبقى محصور فقط في المدينه اللي وقع فيها هذا الحدث، غادي يوسعوا اطار البحث وغادي ينشروا الخبر على صعيد فرنسا. كل شيء غيسيق الخبر على انه تم العثور على رجل مجهول الهويه مقتول وسط البحر. وهنا القضيه دارت بوم وغتولي قضيه راي عام. عطاوها اسم اوم على فاليز، رجل الحقيبه. ويعجبوك هاد الفرنسيين كيديروا عناوين عريضه للجرائم ديالهم. مهمه علينا القضيه قلنا دارت بوم، ولكن الشوها على والو، ما بان حتى شي بصيص امل. الشرطه هنا وحلات ديال بصح، مازال ما لقاو راس الخيط من يبداو، وكون غير خلاو القضيه مستوره يفكوها ديك الساعه على خاطرهم. ناضوا نشروها الامه عباد الله، وفي الاخير ما كاين والو، وبينوا على ضعف قدرتهم على التحري والبحث في الجرائم اللي كتمس امن وامان البلاد. هنا غادي يدخل الانتربول في البحث، قالوا لهم حيد بالك نشوفوا هذه القضيه اش فيها. ايوا بداو كيعانوا في الجثه مره اخرى، وغادي يحاولوا يجيبوا امهر رسامين عندهم بالاستعانه بتقنيه بناء ملامح الوجه من خلال جمجمه الضحيه، وغيجمعوا ملامح الضحيه وغيرسموها باش يوصل صوره تقريبيه ليه وينشروها. اذا هذه الخطوه يمكن ليها تفيد في البحث. في الاخير وصلوا لصوره ممكن تكون شبيهه نوعا ما بالملامح الضحيه، وغيتم نشرها في جميع وسائل الاعلام، في المواصلات، في الشارع العام، وفي الاماكن العموميه اللي كيتواجد فيها الناس بكثره. ولكن بالرغم من هذه الخطوه اللي داروها وهذه المجهودات في البحث، النتيجه باءت بالفشل مره واحده اخرى، وخدات منهم وقت كبير ودون جدوى. اهم حاجه يعرفوا بعدا غير الهويه ديال الضحيه. في عالم الاجرام مهمه بزاف معرفه الهويه ديال الضحيه، وبلا بها القضايا كتاخذ وقت كبير. وملي كيستعصى الامر على المحققين في تحديد هذه الهويه، غالبا ما كيدوز الملف للحفظ. طبعا المعطيات غير كافيه بتاتا لحل خيوطها وحل خيوط نوع هذه الجرائم وهذه القضايا. فكما هو الحال في هذه القضيه اللي بين يدينا اليوم، بحال اللي تقول السيد هبط من السماء وتحط في وسط البحر بباليسو. يوم من بعد ما تدخل الانتربول في هذا الملف، حتى هما وقفوا عاجزين قدام هذه القضيه. الباب اللي كانوا كيظنوه غيعطيهم راس الخيط كيتسد، وما بقى لهم دابا ما يديروا، وغادي يخليو القضيه مفتوحه. يقدر شي نهار تبان خيوطها ويبداو من جديد. وسال التحقيق حد هنا، ولكن واحد المحقق غادي ياخذ على العاتق ديالو البحث في هذه القضيه اللي استفزاتو. وهنا رجع لنقطه البدايه. وشنو غيدير؟ غيبدا من داك الساروت اللي لقاوه في الجيب السروال الضحيه. يمكن العود اللي حقرك يعميك. قدا داك الساروت، قلب فيه مزيان، لقى فيه الاسم ديال الشركه المصنعه. تواصلوا معاها وخداو منها معلومات على داك الساروت. ودابا سمعوا مزيان وركزوا معايا. اجاوبتهم هاد الشركه، قالت لهم على ان الساروت هو من اصل مجموعه المفاتيح اللي العدد ديالهم 398 مفتاح، بمعنى ان هاد الساروت هذا كيحل 398 باب. واحد في هاد البيبان اللي الله اعلم به فين غيكون ديال الهالك. ايوا هادو جاو يحلوها عقدوها كتار وكتار. واش عرفتوا شنية 398 ساروت؟ يعني 398 باب. تقدر تكون 398 مدينة ولا دولة ولا الله اعلم ليها. ايوا فكوا هاد اللغز هذا. المهم عاوتاني غادي تولي المهمة شبه مستحيلة، ولا يمكن كاع القول مستحيلة. ولكن ما عند عناصر الشرطة الفرنسية ما يديروا قدام هاد الخيط اللي بين يديهم دابا، وما عليهم غير يتبعوا هاد بيست جديدة اللي بانت قدامهم. وغادي يجندوا 11 محقق متمرس في هاد القضية، ومن بعد ما دوزوا فيها عام و4 شهور وهما كيبحثوا، غادي يخرجوا بنتيجة 0. راه باينه من الاول مهمه مستحيله، وصعيب تفك هاد الجريمه هادي بهاد الساروت، الا اذا شاءت الاقدار الالهيه وربي اذن تحل هاد القضيه. المهم لحد الان المهمه باءت بالفشل، وغادي يحطوا الملف جانبا الى اجل غير مسمى. وفي واحد النهار، واحد من دوك المحققين ال11 اللي كانوا تكلفوا بمهمه الساروت كان مسافر سياحه في واحد المدينه، طبعا في فرنسا، وكيتسارى ويجول في الاحياء والازقه. غيدوز من حدا واحد صانع المفاتيح، وفي البلاصه طاحلو في بالو ديك القضيه اللي كانوا كيبحثوا فيها مده هادي.
ما حس براسو حتى لقى راسو قدام مول الحانوت وجالس معاه في وسط المحل. بقى كيجمع معاه، كيدي يجيب معاه في الهضره، كيسولو كيفاش الطريقه باش كيخدموا بها السوارت. وهو راه بينو وبين نفسه راه غير مجرد فضول وصافي، وفي نفس الوقت كياخد معلومات يضيفهم لراسو يقدر شي نهار يحتاجهم. وما عرفش باللي داك الجلسه اللي جالسها والمعلومات اللي كيجمع غادي تنفعو على المدى القريب والقريب جدا. المحقق هنا مازال جالس مع صانع المفاتيح، كلام اخذ ورد، وطور بيناتهم الحوار وعاود له كيفاش ساروا تحيرهم في واحد الجريمه وما قدروش يفكوها. وحتى داك صانع المفاتيح كيعاود له حتى هو على المشاكل اللي كتصادفوا وهو خدام. وقال له بما انك تفهم في القانون وهذا، راه بغيت نعاود لك واحد الموقف طرا معايا غير مؤخرا. سولو داك المحقق، قال له اين هو الموقف ياك لاباس؟ قال له راه بطبيعه الحال انا نفيدك قانونيا، شنو بغيتي تعرف؟ قال له هذاك صانع ديال المفاتيح بلي جا عنده واحد النهار واحد السندك د العماره وطلب منه يمشي معاه باش يفتح له واحد لابارتمون، واللي كان كاريها لواحد السيد وغبر عليه وما بقاش كيبان. قال له المحقق زيد كمل شنو هو المشكل؟ قال له انا جاي لك في الهضره. قال له مشيت مع داك السندك وطلعنا للشقه وبقيت كنعاين داك الكانون ديال الباب، وانا نقول له راه هذا الكانون باقي صحيح ومزيان، لا داعي نهرسو، واش ما عندكش الدوبل؟ انا قال له داك السندك كون كان عندي الدوبل راه ما كنتش غنجيبك لهنايا وغير حل لي هذا المشكل. راه السيد عام ونص وهو شاد لي هذا الدار وما بقاش كاع كيخلص ليا لا كرا لا حتى شي حاجه وما بقاش كاع بان. قال له هرس ديك الكانون وركبت له واحد اخر جديد وجيت في حالي. ودابا هذا التصرف اللي درت واش ما فيش مساءله قانونيه؟ وكاع الا بان مول هذيك الشقه اللي كاريها واش يقدر يرفع علينا دعوه؟ محقق هنا قال له الكانون عندك؟ قال له راه جبتو معايا. وراه ما جاوبتينيش. قال له جيب لي عافاك ديك الكانون نشوف. جاب له ديك الكانون، هو يقول شحال قال لك السنديك ومول الشقه غابر؟ قال له راه عام ونص هادي باش غابر عليه. علاش؟ المحقق هنا دخلو الشك في راسو. نفس المده اللي لقاو فيها الجثه في البحر هي المده اللي فين غابر هاد الكاري هذا، زعما تكون صدفه؟ والمحققين للعلم كانوا عطاوهم الدوبل ديال دوك السوارت اللي تلقاو عند الضحيه. وبمجرد ما جاب له هذاك صانع المفاتيح داك الكانون خشى فيه الساروت وهو يخدم ليه. يا الله على صدفه هادي. وبسرعه البرق غادي يعلم مصالح الامن بهاد الواقعه، وغادي يجيو عنده في الحين وغيطلبوا من صانع المفاتيح يديهم ويوريهم العماره فين مشى ويوريهم هذاك السنديك حتى هو. السيد مخلوع ندم علاش عفوا تهضر. المهم هذيك النهار دار انزال امني وغيطوقوا العماره بما فيها الشوارع اللي كيدخل ليها. غيلقاو السنديك وغادي يدلهم على داك الشقه اللي حكى لهم صانع المفاتيح بحضور الشرطه العلميه. غادي يقتحموا المكان. الحاله ديال الشقه عاديه، كل شيء في بلاصتو. الشرطه العلميه كتقوم برفع البصمات وتمشات المكان والمعاينه. يمكن تكون شي جريمه دارت تما وتنقات البلاصه وكل شيء في بلاصتو، ولكن المعالم خرجت نظيفه. واثناء التفتيش غادي يلقاو بطاقه تعريف ديال واحد الشخص سميتو فريد أوزان، مغربي الجنسيه. الشرطه العلميه غياخدوا بعض الاثار من اجل خبرات الأديان، فرشه الاسنان، مشطة الشعر، وغادي يمشيو. وطبعا الشقه غادي تبقى تحت الحراسه، ممنوع يدخل ليها شي حد. دفعوا الاثار للمعمل الجنائي، ومن بعد ما خرجوا نتائج تحليل الحمض النووي طابقوها مع الأديان الجثه اللي عندهم، غتخرج النتيجه سلبيه للاسف. لا لا لا، بالعكس، بل النتيجه غادي تكون متطابقه. بغيت ندلكم عنصر التشويق ونشوفكم واش نتوما متبعين معايا ولا لا، واش حتى نتوما غيطلع لكم الدم. وبما انكم عشتوا معايا عنصر التشويق فالبحث دابا عاد غيبدا بصح. نكملوا. المهم الضحيه سميتو فريد اوزان، هو لوم على فاليز، اي رجل الحقيبه اللي عام ونص وما كيفتشوا على الهويه ديالو، والان تبتات بوسائل علميه قاطعه. واول خطوه غيديروها من بعد خاص يعرفوا شكون هاد فريد هذا ومنين جاي بالضبط وفاش خدام وشكون الناس اللي دايرين به. وغيرجعوا لداك الشقه وغيدقوا على اول جار اللي كانت مرا. غتقول لهم باللي جارها كان حدودي ومنطوي، ولكن راه كان كيلقي التحيه على الجيران اذا صادفهم. وقالت لهم على انه كان كيهبط كل عام المغرب لشي مدينه سميتها اكادير. صافي هادشي اللي قدرت تدلي به هذيك الجاره. البوليس غادي يلقاو السجل العدلي ديالو نظيف وما عنده حتى شي سوابق عدليه ولا حتى شي مخالفات سير. عنده 55 سنه، واخا ما كان الازدياد ديالو عنده في المغرب الا انه كان مقيم دائم في فرنسا.
وبما انهم ما لقاوش عليه شي معلومه كافيه من غير هذا الشيء اللي قلنا توصلوا ليه، فهنا غادي يقلبوا في حسابه البنكي. والمفاجاه انهم غيلقاو ان مصاريف ديال الكرا ديال ديك الشقه نهار اختفى فريد ديك الساعه اللي كيبحثوا فيها باقين كيتخلصوا. وعلاش ديك الساندي كيقول على انه خلاه عام ونص بلا كرا. ولاحظوا كذلك على ان علبه الرسائل الخاصه بالضحيه خاويه، يعني شي واحد كيهزهم وكيوهم الناس باللي فريد باقي حي. البحث مازال كيتعمق، والشرطه الفرنسيه غادي يتواصلوا مع الشرطه المغربيه وغيطلبوا منهم يمدوهم بكل التفاصيل والمعلومات في حياه فريد اوزان. ومن بعد مده ديال تجميع المعطيات غادي يوصلهم تقرير شامل حياه الضحيه، واللي جا فيه على ان فريد كان شخص لا باس عليه، عنده املاك كثيره في المغرب، عنده محيطه خاص به، صحابه معارفه عائلته، عنده واحد الفيلا اللي فين كان كيعمر بزاف ملي كان كيهبط للمغرب، كيملك اكثر من سياره فارهه. وفاش كان خدام ما عارفينش، وهذا الشيء اللي جا في التقرير. الشرطه الفرنسيه من بعد ما حصلات على هذه المعلومات غترجع تقلب في حياه فريد وغتحاول تقرب لحياته في فرنسا. غيعرفوا من الجاره اللي استجوبوها في الاول على ان فريد حسب معرفتها بها كان خدام جيرون في شي سونتر دو ماساج. قالت لهم على انها ما كانش عارفاه بسميتو فريد، كانوا كيعيطوا مايكل. البوليس مشاو كيبحثوا وسولوا على فريد في هذا السونتر دو ماساج، قالوا لهم باللي راه ما بقاش خدام فيه وباللي حط الاستقاله ديالو في شهر 11. كيفاش حط استقالته في شهر 11 من نفس السنه وهو تلقى ميت في شهر 7؟ يعني 4 شهور بيناتهم. غيكون خرج من لامورغ وجا حط لهم استقالته زعما؟ الشرطه هنا طبعا خاص يشوفوا كيفاش ميت يجي حط استقاله. تواصلوا مع هاد المسؤوله الجديده اللي جابوها بلاصتو وكان سميتها صابرين. عاودت لهم نفس الهضره باللي مايكل اللي هو فريد حط الاستقاله ديالو في شهر 11 وجابوها هي في بلاصتو. سولوها واخا وشنو السبب اللي خلاه يستقل، ما فاتهم حتى شي معلومه. قالت لهم انا ما عرفتش صراحه. المهم البوليس وحسب تحرياتهم اللي داروها على السونتر اكتشفوا المفاجاه اللي هي ان داك السونتر ماشي سونتر دو ماساج كما كيبان ظاهريا، وانما هو وكر دعاره، وكاع اللي خدامين فيه وسطاء وبما فيهم فريد الضحيه. الامور نوعا ما بدات كتوضح، واكد قسم محاربه وساطه الدعاره ان فريد كان وسيط في داك السونتر وفي نفس الوقت كان عميل او مخبر مع هاد الناس ديال محاربه الدعاره، وكان كيمدهم بلائحه الاسماء والاماكن اللي كيمارسوا فيها البغاء مقابل انهم يحميوه منهم. البوليس هنا طبعا غادي يطلبوا من هاد المصلحه باش تعطيهم الاسماء اللي كان كيبيع بهم فريد، ولكن التحريات اللي دارها قبل هاد القسم اكد للشرطه على ان حتى واحد من هاد الشخصيات ما كانوا كيعرفوا شكون كيبيع بهم، وحتى الطريقه باش مات بها فريد بعيده كل البعد على طرق الانتقام بهاد الناس. واش بقى لهم دابا من غير انهم يرجعوا لداك السونتر دو ماساج ويحققوا مع الناس اللي كانوا خدامين مع فريد في الفتره اللي كان فيها هو. ولكن البوليس هنا داروا واحد الخطوه استباقيه وجابوا معلومات على المسؤوله الجديده اللي جات في بلاصه فريد. لقاو على انها ما سميتهاش صابرين، سميتها ليلى، مغربيه الجنسيه وعايشه في فرنسا ملي كانت صغيره، وفي سن 16 سنه تشدات بتهمه سرقه سياره. ملي لقاو عليها القبض مول الطوموبيل غادي يدير لها التنازل وخلصات غرامه وخرجات. لذلك السجل العدلي ديالها بقى نقي. ومن بعد عامين من هذه الحادثه ملي كان عندها 18 سنه في 2002 غادي تخدم في هذا السونتر دو ماساج وغادي تولي تنتهم طهاره. من ذاك الوقت بما ان عائلتها كانت محافظه غادي تقطع علاقتها بهم بصفه نهائيه وغتبدل سميتها من ليلى لصابرين. المحيط ديالها حتى هو ما كان عارفها حتى شي واحد بلي راها مغربيه، لانها كانت مخبيه اصولها الحقيقيه وكانت كتقول على انها ايطاليه من اصول لبنانيه. البوليس خداو هاد المعلومات في راسهم ومشاو كما قلنا للسونتر دو ماساج يكملوا البحث. وفي الفتره اللي كان خدام فيها فريد في بدايه 2011 كان هو المسؤول على داك السونتر، والمساعده ديالو هي صابرين اي ليلى المغربيه، وكانت عندها مساعده سميتها كلاوديا. وعرفوا باللي فريد ما بقاش جا للخدمه في شهر 7، وكلاوديا حتى هي غتقدم استقالتها وغتمشي لمدينه اخرى وتعيش وتخدم فيها، وبقات صابرين بوحدها في السونتر.
لحد الوقت اللي كيبحثوا فيه البوليس كان داز عامين على مقتل فريد. وبما انهم عرفوا الهويه ديال الضحيه، فهناك العديد من الخيوط بانت لهم في القضيه من بعد ما كانوا كيفتقروا لدليل واحد باش يبداو. هنا غادي يديروا بحث مدقق في التسجيلات ديال مكالمات الضحيه، وطبعا غيركزوا فيها على هاد صابرين هادي اللي كذبات عليهم وما عرفاتهمش بهويتها الحقيقيه، وبهاد كلاوديا اللي غبرات هي وفريد في شهر واحد. البحث جا فيه على ان المكالمات اللي كانت بين ليلى المغربيه وكلاوديا قطعات بالضبط في الفتره اللي البوليس نشر فيها خبر العثور على جثه في الباليزه وسط البحر، وحتى العلاقه ديالهم تقطعات نهائيا. ليلى ولات هي المسؤوله الوحيده في السونتر، ولكن الغريب وبما ان فريد هو اللي كان المسؤول ديالهم بجوج، علاش ملي ما بقاش كيبان ما بلغوش على الاختفاء ديالو؟ ولا يمكن هاد الجوج تكون عندهم علاقه باختفاء ديالو، ولا كلاوديا تورطات في شي جريمه وليلى استغلت الفرصه وابتزاتها باش تولي هي المسؤوله على السونتر. هادشي كيبقاو مجرد احتمالات، ولكن الحقيقه غتبان مع تعميق البحث. بما ان البوليس جمعوا هاد المعطيات، فهنا جا وقت الاطاحه بالفاعل. غادين يديروا واحد الخطه وغيديعوا في المحطات الاخباريه الوطنيه على انهم من بعد عامين ديال التحقيق في قضيه على فاليز استطاعوا انهم يوصلوا لهويته، والان راهم على مقربه من القاء القبض على القاتل. هذا الخبر هذا قبل ما ينشروه غادي يكلفوا فرقه خاصه بمراقبه السونتر دو ماساج ورقم هاتف ليلى وحتى كلاوديا. وبمجرد ما داز الخبر في الاذاعه فغتبان لهم ليلى غا خارجه كتجري من السونتر بلا طريق. وواحد الوقت الرقم ديال كلاوديا غيصوني فيه واحد النمره، وملي حلات الخط غيسمعوا الصوت ديال باباها كيقول لها واش سمعتي الخبار؟ كلاوديا جاوباتو قال لها طفي تليفونك، وبمجرد ما نقطع معاك طرقي البيبان والسراجم وما تحلي حتى شي حد حتى نجي، وتقطع الاتصال. الفريسه التهمت الطعم، وداكشي اللي كانوا شاكين فيه البوليس ها هما وصلوا ليلو، لان هادشي اللي شافوه وسمعوه كان كافي باش يتحركوا على وجه السرعه ويلقيو القبض على هاد الجوج. وفعلا جابوهم قبل ما يغبر لهم الاثار حتى هما، لانهم كما قلنا راه كانوا تحت المراقبه، وجابوهم بسهوله. وبداو البحث مع ليلى اللي انكرت التهم الموجهه لها، واللي هي تهمه القتل العمد مع سبق الاصرار بالترصد واخفاء الجثه. ليلى تصدمات وقلنا نكرات كل شيء، والسيده كتهضر بكل ثقه وما خايفه من والو، وكل سؤال كيسولوه ليها كتجاوبهم عليه وكتقنعهم. ايوا ما يعمقوا معاها في البحث، خصوصا انه ما عليها حتى شي دليل ملموس اللي دينها في هذه القضيه. بقات متشبته باقوالها بكل ثقه. قالت لهم على فريد انها سمعات عليه اللي رجع للمغرب من شحال هادي واستقر في بلادو، وملي قالوا لا علاش خرجتي من السونتر كتجري ومخلوعه، قالت لهم بلي لا عادي جاني شي غرض وخرجت نقضيه، وما سمعت لا خبر وما شفت لا تلفازه. هادو كانوا الاقوال ديال ليلى. ودابا دازوا لكلاوديا. كلاوديا ملي جابوها وهي عاطيها غير البكا والتنخصيص وخايفه، وبمجرد ما بداو معاها التحقيق وهي تنهار، وبعد كل انهيار اعتراف. باقي حتى ما سولوها بدات كتعاود ليهم في شي احداث كتدخل وتخرج في الهضره وكترعاد. حاولوا يهدنوها باش تبدا لهم تعاود ليهم التفاصيل من الاول حتى الاخر. قالت لهم باللي في واحد النهار في شهر 7 في 2011 فريد وليلى كانوا كيهضروا، واحد الوقيته شد النقاش بيناتهم على شي امور ماديه، والنقاش طور بزاف، وفريد كان كينقص من ليلى وكيقول لها باللي راه ما تنسايش راسك، راه انا اللي مخدمك في هذا السونتر، وفي اي لحظه يصيفطها في حاله الا ما عجبها حال والا زادت معاه في الفهامات حتى ديك الخلصه ما غاديش يعطيها لها. وقال لها الا ما حمدرش الله غادي يحرض عليها كاع لي سونتر وحتى واحد ما يخدمها عنده. قالت لهم ليلى تعصبت بزاف ملي قال لها ديك الهضره، وهي غير حاضيه معاها اش غدير. وفي واحد اللحظه هزات الكوبلي ديال القهوه اللي كانت كتشرب فيه وشيرات عليه ووسخاتو بالقهوه. قالت لهم فريد في ديك اللحظه تعصب وكان على شويه كان غيضربها، وجا لحد وجهه بقى كيغوت عليها على حر جهده وكيسب فيها، وملي بغى يخرج يبدل عليه كان كيمسح في حوايجه. ليلى هنا بقات كتنعت ليها بالاشاره تمد ليها الحسكه الشمع. وبطبيعه الحال كلاوديا من بعد ما كانت متفرجه في مناقشه حاميه بين فريد وليلى غتولي مشاركه في جريمه قتل. بالغباء اللي نزل عليها ملي الاخرى كانت كتنعت لا تعطيها الحسكه ما كانش من العاكزين، مداتها ليها في البلاصه وهي تهبط به على الراس ديالو على غفله منه. فريد داخ بديك الضربه وطاح للارض، دمايات كتسيل،
ملي شافتو ليلى هكاك دايخ وكيتحرك طلعت فوق منه وشداتو من راسو. قالت لكلاوديا تمد ليها واحد الكابلي ديال لاباري د الماساج وعطاتو ليها، وللمره الثانيه لواتو ليه على عنقو وبدات كتقش فيه. قالت لهم كلاوديا انا خرجت ديك الساعه ملي بقات كتقش فيه لان فريد بقى كيشوف فيها وبحاله كيستنجد بها تعتقو، وتخلعت منه ملي شافت عينيه خارجين وهو كيصارع الحياه. بقات واقفه في الباب وكلها كترعد حاسه براسها بحاله في حلمه وباغيه تفيق منها. واحد شويه خرجت عندها ليلى وقالت لها صافي سكتناه للابد من داك التجعويق اللي كان فيه. قالت له دابا يلاه معايا. دخلوا وجابت ليلى واحد الميكا كبيره كانت عندهم ديال شي ماشين جديده جابوها غطات بها فريد، وقالت لها زيد قدامي. مشاو لواحد المول شراو باليزه كبيره ورجعوا للسونتر باش تكمل ما بدات. شداتو ولواتو كامل بالسكوتش وجمعت له يدو مع رجلو وراسو حتى هو عاودات له تلويه بالسكوتش وهزوه بجوج وخشاوه في ديك الباليزه. ومن بعد جلسوا كيفكروا اش غيديروا في الخطوه التاليه. والمره اخرى كلاوديا غادي توظف عاوتاني ديك الغباء ديالها وقالت ليلى صافي عرفت انا اشنو غنديروا فين غيديوه. سولاتها ليلى فين؟ قالت لها غنديوه عند بابا. وحده تورطات باطل في هاد الجريمه وغتزيد تغرق معاها حتى باها كون غير بقات ساكته. المهم هبطوا ديك الباليزه وداروها في الكوفر ديال واحد الطوموبيل كراوها وشدوا الطريق للدار عند باها. ملي وصلوا عنده دقات عليه، خرج كيضحك معاها السيد عادي، ولكن هي كان وجهها مخطوف وهي تحطها له نيشان. قالت له بابا عندنا ميت في الكوفر وخاصك تعاوننا نتفكوا منه. قالت لهم باللي باها بقى كيشوف فيها وكيتسناها تكذب هاد الهضره وهو يضحك. قال لها بلا ضحك باسل اش من ميت؟ اودي غير ضحك مسكين راك غاتهجروا في الاخر مع هاد الهبيله ديال بنتك. قالت لهم باللي بابا بقى غير كيضحك وملي شافها مخطوفه ولونها صفر وكترعد تما بدا كيستوعب الهضره اللي قاتلو بنته وباللي راها كتهضر بصح. كلاوديا كانت هي اللي عند باها كانت هي ضو عينيه وكان كيبغيها بزاف، ولهذا غيعاون بنته مهما كلف الثمن وغيتسلم من عندهم الباليزه وغيمشيو وهو غادي يتكلف بالباقي. قالت لهم لحد الان ما عارفش بابا اشنو دار بيناتنا داك النهار. وهادو كانوا الاقوال والاعترافات د كلاوديا. ومن بعد ما قالت لهم باللي با مسكين تورط معاهم في هاد الجريمه غادي يلقيو عليه القبض حتى هو وجابوه لعندهم. السيد جالس لا حول ولا قوه له مهدود الحيل. قالوا له شنو عندك؟ قال لهم لو كان تعرفوا شحال وانا كنسين في هذا النهار شحال ما طوال الوقت غادي يوصل عليا. قال لهم على ان بنته كبرها ورباها احسن تربيه واللي كان خلعوا عليها هو ديك السذاجه ديالها وضربتها اكثر من اللازم، وما عمره كان كيظن ان بنته غتخدم في هاد الخدامين المشبوهه وحد علمه انها كانت خدامه في بنكه. وفي ذاك النهار اللي وقعت فيه الواقعه عيطت له بنته وقالت له باللي راه عندها مشكل كبير وراها جايه لعنده للدار. وملي وصلت كانت هي وهذيك صاحبتها وهما يصدموه بديك الهضره اللي قالوا له وعلى الجثه اللي عندهم في الكوفر وفي الباليزه. قال لهم جيت كنطل في الكوفر كنلقى فعلا بلي داكشي اللي قالوه لي هو اللي كاين. جاب طوموبيلته وعاونوه باش نقلوا الباليزه من الكوفر للكوفر وقال لهم دابا صافي الله يعاونكم انا غنفككم من هذا المشكل. قال لهم وهي تقول له بنته بابا راه خاصك تعرف شكون في الباليزه. قال لها ما بغيتش نعرف. وقالت له لا راه هذا الباترون ديالنا. قال لهم ولا نحبسها. ما بغاش يعرف التفاصيل لان كلاوديا فاش بدات كتعاود ليه كانت غتسخف بين يديه وملي كان كيشوف في ليلى كيلقاها واقفه بدون احساس كيف الخشبه. قال لهم وانا سوله جاوبني انتي واش كاين شي واحد يسول في هذا السيد؟ قالت له ليلى لا ما عنده حد في فرنسا. قال لهم صافي دابا سيروا تصرفوا عادي. قال له من بعد مشى عند واحد الصديق ديالو وطلب منه اليخت يضرب به دوره في البحر مع العائله وعطاه له طبعا. جر ديك الباليزه وما شك فيه حتى شي واحد وطلعها ومشى حتى غرق مزيان في عرض البحر ورماها تما ورجع في حاله. قال لهم لحد الساعه اللي انا معاكم ما عارفش شنو طرا ولا كيفاش مات هذا السيد وما باغيش نعرف نهائيا التفاصيل. قال لهم تحطيت في خيار صعيب يا نبلغ بنتي يا نحميها ونستر على هذه الجريمه. وطبعا اختاريت انني نحمي بنتي اللي كنبغيها بزاف ونفديها بروحي اذا اقتضى الامر. ومن بعد هذه الحادثه كلاوديا مرضات له بزاف وجاها انهيار عصبي
وقرر انه يبعدها على هاد ليلى اللي ما حملهاش، خصوصا ملي شاف داك الجمود اللي كانت فيه وهي طايحه في مشكل مع بنته. قال لهم اضطريت ندخل بنتي لمستشفى الامراض النفسيه ملي تدهورات الحاله الصحيه ديالها، وحتى ولات شويه ومنع ليها انها ترجع لداك الطريق اللي كانت تابعاه. هادو كانوا الاقوال ديال بات كلاوديا، ولكن ليلى بالرغم من الاعترافات ومواجهتها بهاد الاقوال الا انها غتبقى مصره على كلامها باللي ما دارت والو، وباللي هاد الهضره وهاد الاعترافات هي ما عندها حتى شي دخل فيها وما عندها حتى شي علاقه بيهم. ولكن البوليس عرفوا من كلاوديا على انهم في النهار ديال الجريمه كراو طوموبيل من عند واحد السيد، وهو بيدو اللي جا عندهم وجاب لهم الطوموبيل وعاونهم باش حطوا الباليزه في الكفر، وقدروا انهم يجيبوا هاد السيد هذا واللي اكد الاقوال ديال كلاوديا. ومع ذلك ليلى حرام واش بغات تعترف وبقات متشبته ببراءتها طول فتره التحقيق وما اعترفتش نهائيا. في 2016 في شهر 12 غادي تبدا المحاكمه ديالهم. ليلى توجهت ليها تهمه القتل العمد، وكلاوديا المشاركه في جريمه قتل، وباها اخفاء معالم جثه. المسطره القانونيه خدات مجراها الطبيعي وغيتنطق الحكم في حق كل من ليلى 12 عام سجن النافذه، وكلاوديا ب6 سنوات سجن النافذه، وبات كلاوديا بسنه واحده مع وقف التنفيذ. بلا شك غادي تفاجئوا بهاد الاحكام، وكذلك الراي العام الفرنسي والمغربي في ذاك الوقت، كيفاش وحده قاتله وحده معاوناها والاب كمل ما بداو يتحكموا بهاد الاحكام الغريبه. ماشي حتى ديال عامين ديال الابحاث والتحقيقات والتسخسيخ اللي دوزوه رجال الشرطه، شي حاجه ما هياش والله اعلم. وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم، ودائما كنقولوا طريق الحرام معروف فين كتوصل، واللي كيبقى تابعها فهذا هو المآل، يا المقبرة يا أكبر مصيبة. الله يهدينا وإياكم، ونتلاقاو في جريمة أخرى فيها عبرة وموعظة أكثر. والسلام عليكم، حفظكم الله ورعاكم.